السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة صاحب الكورة. إن شاء الله النهاردة هنكون معاكم في حلقة مثيرة لتحليل الذهاب نهائي الكونفدرالية، في تحليل مباراة نهائي الكونفدرالية، مباراة الذهاب اللي أقيمت في الجزائر، ورأيي ورسالة الجماهير نادي الزمالك، ورأيي في المباراة، ورأيي في اللعيبة، ورأيي في معتمد الجمال. هيكون عندنا تحليل شامل، ورأيي في الحكم الهجاص. أول حاجة أبدأ بقى طبعا الحكم الهجاص. الحكم المرتين النهاردة كان لا يطاق، يعني جاملتهم في فاولات قلنا ماشي، انذارات بتديني انذارات لاي لعيب بيعدي من اي جنب اي لعيب من الجزائر قلت لك ماشي، وقت بيضيع ماشي، فاولات ليا ما بتتحسبش ماشي، اوتات ما بتتحسبش ماشي. اكتر من كده برود ودم تقيل، اكتر من كده غلاسه وتناحه، اكتر من كده اتحاد افريقي عايز يوجه البطولات، اكتر من كده اتحاد بيقول لك احنا في مجاملات كانت بتحصل من الحكام لفرق على حساب فرق، يطلع باتريس موتسيبي يقول لك كده، وهنحاول نحسن التحكيم. انت فين من التحكيم يا عم؟ انت رئيس ازاي الاتحاد؟ هو اي حد بيقعد على كرسي بيمسك فيه ويقعد عايش يسرق فيه؟ كان باتريس موسيبي او اللي قبله او اللي قبله، كلكم حراميه شبه بعض. يعني فين الحكام؟ دي مستوى حكم؟ جايب لي حكم من موريتانيا؟ انت موريتانيا كانت بتطلع تحكيم، انت موريتانيا كان ليها حكم واحد قوله لي يا راجل، حكم ماتش في بطوله سواء قاريه او محليه. في ولا في دوري موريتاني، ولا في حكام موريتاني، ولا في اصلا دوله موريتانيا؟ انت جايب لي حكم من موريتانيا؟ يا راجل ده انت حاجه صعبه. النهارده التحكيم، حاجه الحكم حسب ضربه جزاء من خياله، من جول ليا لاخوان بيزيرا اللي هتكلم عليه قدام، اللاعب اللي قلب الماتش. لكن هاجي بقى الاول للحكم. يعني الكوره عرضيه، طبيعي ان اللعيب بينط ايديه بتبقى عامله كده، ما فيش حد بينط ايده ورا ظهره معلش، يعني مش هنط ايده ورا ظهر، ده حاجه طبيعيه. بنط بطلع جنب ايدي بتبقى جنبي. لو الكرة دي خبطت في ايد حسام عبد المجيد هتروح لبطنه او هتروح لرجليه، مش هتروح لعرضيه او هتروح لجوه. دي بالنسبه لي. تاني حاجه بقى، هو انت يا حكم يعني ما تشوفش كده؟ لو بتقرا انت في قوانين التحكيم هتعرف ان الكرة اللي خابطه من الكتف للايد مفيش اقل من متر، لازم يكون زياده عن متر عشان تتحسب، عشان تتحسب اهمال. مفيش 10 سنتي، ده انت تقيسهم بالمسطره ما تقيسهمش متر. الفراغ اللي بين المدافع والمهاجم، مش عارف انا في ايه. دي بالنسبه لحته التحكيم. فالاتحاد الافريقي يظبط نفسه ويجيب حكم كبير عشان الدنيا تعدي على خير، عشان كده مش هينفع. عندك مصطفى غربال، في حكام كتير قوي في القاره، ده احنا قاره مليانه حكام. لا هو ده اللي انت شاورت عليه عشان يجي يقرفنا. حكم ما بيعرفش يتعامل تحت الضغوط الجماهيريه، ما كانش جه من اساسه. عندي في القاهره بقى تعاملوا ازاي مع الحكام؟ من اول 10 دقايق سلخ في التحكيم، سيبك من الاداء، سيبك من الفرقه بدأ الماتش حلو ولا لا، اسلخ التحكيم. دي رساله الجمهور زمان، لان حقك مش هيجي غير بالطريقه دي. هتتعامل مع التحكيم باحترام هيدوس على وشك بمعنى صح. فاي حكم هيجي القاهره لازم ينزلوا الملعب مرعوب زي ما هما بيتعاملوا. دي بالنسبه لقصه التحكيم. هحلل بقى الماتش وهنتكلم في الماتش وعلى كل لعيب. اول حاجه التشكيله عجباني جدا عن المعتمد. يعني انا خسران النهارده، لا لعيبتي ادت اللي عليها، لازم كلمه حق. انا ممكن اطلع كسبان اقول لك لعيبتي ما ادتش اللي عليها، النهارده خسران بقول لك لعيبتي ادت اللي عليها، وانا خسران وخسران في نهائي. خط الدفاع بالكامل ادى اداء على اعلى مستوى، حراسه المرمى الكره اللي راحت عليه صدها المهدي سليمان. شكل الفرقه كان حلو، يعني احنا بدأنا الماتش بشكل كويس قوي. انت بتسيب لهم الكوره، بتحاول تلعب على نقطه قوتك اللي هي التحول الهجومي، اللي هي نقطه قوتك واكل عيشك من اول الموسم، ودي حاجه مش عيب. عندي 15 ايقاف قيد، عندي مشاكل ماديه، فعادي جدا انا العب على نقطه قوتي واضرب اي منافس بيها. ودي اساليب لعب في الكوره، وكلها اساليب طالما تعرف تكسب بيه العب بيه. فبدايه الماتش كانت هايله، استحواذ، سايب لهم الاستحواذ مش عايزه، لكن عارف لما بتجيب الكوره مفيش خطوره، نص ملعبي واقف صح، الاجنحه بتوعي ملتزمين مع الباكات وملتزمين مع لعيبه نص الملعب في الارتداد، كل حاجه على ما يرام. الماتش ماشي عادي جدا لحد ما تيجي الكوره في الدقيقه السابعه او الثامنه، مش فاكر التوقيت بالظبط، لشيكو بنزل. كرة قطع من على القريبة مظبوط، عرضية من قدام مظبوط،
دي بتروح في البعيده بقى، على الارض في البعيده عاليه، اي نيله غير اللي انت عملته. دي بالنسبه لاول كره في الماتش. طب تاني كره عندنا في الماتش، مفيش اي فرصه للجزائر، لفريق الجزائر. فريق الجزائر بينقل الكره من اليمين للشمال، بيحاول يرفع كروسات، بنتعامل معاها بجداره واستحقاق، بنتعامل معاها بكل معلمه. عنده حسام طول فارع، هتيجي تلعبنا عرضيات هياخد كل العرضيات. عند الونش بدايه الماتش كانش مركز، تحسن بمرور الوقت بس ما كانش مركز. عايزين تركيز في ماتش الاياب زياده عن كده، عشان لا قدر الله لا قدر الله ان شاء الله ده ما يحصلش. لو جابوا جون خلاص الدنيا اتأزمت وتقريبا كده هنكون خسرنا. فلازم تركيز من الونش في مباراه الاياب. محمود بنتايج الجبهه بتاعتك كانت مخترقه، ولكن هم كواليتي عندهم في رفع العرضيات وما اطوال المدافعين كان حسام ولونيتش ما كانش بيعملوا اي خطوره منهم. لكن لازم تركيز هجومي شويه كتير عن كده. حتى لو انا طالب منك تركايه في الدفاع يا بنتايج، لكن انا بطالب منك بقى يا عم تقدم لي حاجه في الهجوم بقالك فتره كبيره 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 قوي. فينك؟ انا عايز اشوف كروسايد بنتايج المحترم، تقدم بنتايج، مثلثات، شغلك مع المعتوش كومانزا. لازم الاقيك. انا خلاص في اخر الموسم عايز بقى اللعيبه الكبيره. بالنسبه لمحمد اسماعيل، انت كنت كينج النهارده. كان بيجري في كل حته في الملعب، كان بيحاول يقدم يرفع كروس، كان بيحاول يرجع. اي نعم مفيش كروسيه صح، لكن انا شايف لعيب في غير مركزه وبيلعب سيرد باك جه ادى في الباك. لا، عظيم، يعني اداء عظيم النهارده. وسط الملعب في النهارده كيميا، في وسط الملعب في النهارده تماسك في وسط الملعب. وسط ملعب الوقت اللي محتاج فيه اعمل فاول بعرف اعمل فيه فاول، الوقت اللي انا محتاج فيه اوجه الهجمه بعرف اوجه فيه الهجمه. عندي تمركزات هايله في نص الملعب من محمد شحاته، اللي شبهته النهارده بالنجم الكبير قلب الاسد طارق حامد في الروح القتاليه بتاعته النهارده. طبعا في الاول بحب اعزي محمد شحاته في وفاه والده الله يرحمه. الواد ادى اداء على الظرف اللي هو فيه وعلى المشاكل اللي الزمالك فيها كفرقه قبل الماتش والمعسكر واللي حصل فيه. لا، اداء عظيم. يعني هتبص تلاقي فتوح مش في حالته قوي النهارده، هتبص تلاقي عبد الله سعيد بيبص بصات كتير غلط، لكن شحاته كان واقف لهم بالمرصاد، حامي الحته اللي قصاد السردباكين بشكل هايل. يا شحاته عظيم، يا شحاته النهارده كمل على كده. وانت انا بشوف ان انت هتكون حاجه كبيره قوي في مباراه الاياب. فتوح ارجع لمستواك، ارجع لمستواك. واللعيب اللي انا ما بنتقدوش جامد عشان انا واثق ان انت عندك، يعني انا ما باش لازق مع حد في الانتقاد عشان عارف ان انت عندك. ارجع لمستواك وفوق، عشان ده وقت الحسم. انت كل القصه 3 بونت في الدوري، وماتش اياب انت سجلت فيه جول من اول ربع ساعه ترجع. دي بالنسبه لفتوح، لازم تفوق. بالنسبه بالنسبه لعبد الله السعيد بقى، عبد الله محتاج ان هو مش كل كره لازم تتلعب من لمسه واحده. يعني المشكله في الماتش ده انه عبد الله السعيد عايز يخلص، عايز يخلص من الكوره. لا، في فتره محتاج اهدى فيها خالص، اكون عندي هدوء تام بشكل مريح. يعني انا مش مستعجل، لانني النهارده طبعا التشكيله بتاعتنا ما كانتش مكتمله لغياب الساحر البرازيلي للاصابه. الراجل ما نزلوش غير اخر ربع ساعه، اللي هو قلب فيهم الدنيا وهجيله قدام خوان بيزيرا. وكان بيشد على ناصر منسي، ولازم تشد في الوقت ده على ناصر منسي. اللاعب اللي عنده بخيل على نفسه، مش عايز اقول بخيل لان هو كان نجم الموسم لحد فتره قريبه، لكن هو ناصر فكر في نفسه زياده، شاف نفسه. فلازم تقرص ودنه، عشان هو عنده كاس عالم وناصر لعيب كبير وانا واثق. انا بقول من دلوقتي، عايز الناس تاخد بالها من الكلمه اللي انا هقولها دي. ناصر منسي راح مع المنتخب، هيكون نجم المنتخب في المونديال. نفسه حسام حسن يبص له بصه تانيه ويديله فرصه، بس الراجل ده لو خد فرصه هيكسر الدنيا في المونديال. هو لعيب بيحب المناسبات الكبيره وبيظهر في المناسبات الكبيره ناصر منسي. فهو قرص على ناصر منسي ولعب اداء دباغ راس حرب. الناحيه التانيه شيكو بنزا على امل يعمل حسنه النهارده، لكن مفيش حاجه جايه منه طبعا، لان هو ما عندوش فقير. لكن انت مغصوب، يعني ولا عندك بزيرة، ولا عندك ناصر، ولا عندك اي حد. انت عندك اصابات النهارده، عندك احمد شريف مش عارف ليه بعيد. انا مشكلتي مع منتخب الجمال ليه احمد شريف بعيد. لازم الراجل يرجع، لازم نرجع باحمد شريف تاني. نزل بديل النهارده شويه، لكن لازم يبدا بيه بقى، لان احمد شريف هيديني، لو مش هيديني في الهجوم فهيديني صلابه دفاعيه في المساعده مع الباك. انما شيكو بنزا كان لعيب سيء للغايه. يعني شيكو بنزا النهارده، يا راجل يا راجل ده انت غريب. في خط الهجوم شيكو بنزا يا حاجه صعبه. يعني انت عندك كوره اللي تدير اللي اتكلمنا عليه، جالك كوره تانية في اخر الوقت، انت بتعمل ايه؟ انت عديت الحارس، عديت المدافع، جون فاضي، جون 7 متر،
جون عرضه 7 متر. يا جدع سيب الحته اللي واقف فيها اللعيب وشوط جامد في اي حته فاضيه هتخلص الجول. طب ليه كده؟ ما فهمش. انت في دماغك فيها ايه؟ ما فهمش. انت دماغك دي عباره عن عفاريت، فيها عفاريت والده. عدي النهارده ماتش عظيم يا عدي، ماتش عظيم جدا. اللي انت تحاول تطلع الفرقه بالكوره، تحاول تاخد فاولات، تحاول تطلع الفرقه من تحت الضغط وخط دفاعك يقدم شويه. انت كنت تنافس الزمالك النهارده، ده اقل ما يكون عن عدي الدباب. ادم كايب بقى اللي كان يعني زي ما بنقول سد خانه عشان ديما مصاب، فبتحاول تريحه عشان يكون جاهز لماتش سيراميكا اللي هو الماتش الاهم اللي هو الدوري. اهم حاجه عندي الدوري. انا الكونفدراليه غاليه عندي عشان 4 مليون دولار وسد الديون، انما انا عندي الدوري اغلى بكتير لان الدوري هيوديني دوري ابطال. فكان لازم ان خوان بيزيلا يكون معايا سهلين في ماتش سيراميكا، فلازم ابدا بادم كايد. ادم بدا الماتش حلو جدا، لكن كان لازم بقى عند الدقيقه 62 بدات الاحظ ان ادم كايد ما بقاش قادر يمشي في الملعب. كان لازم عم معتمد يتغير، ما ينفعش استنى عليه. يعني لعيب بينزل، انا عارف ان انت ما عندكش اوراق. احمد محمد السيد مصاب، وهتنزل خوان بيزيرا بدري، فهو اصلا لعيب مصاب، فما خايف لا ترجع له الاصابه اشد واشد. فبتديله ربع ساعه بس. الله يكون في عونك والله العظيم. انا برضاش انتقدك انت بالذات عشان عارف ان انت بتشتغل في قماشه 11 12 13 لعيب. فمش عايز اجي اقول لك ما نزلتش ده ليه، ما عملتش ده ليه، فعشان عارف انت معكش اوراق على الدكه.